السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا معلقة بكاوكاو كتجي لذيذة بزاف. هاد غريبة وكتجي معلكة، إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إذا كنتِ أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات، وألف مرحبا بكم في القناة. الآن غادي نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة لهاد الغريبة كاوكاو أنا خدمت بربعة ديال الكاوكاو، يعني كمية اللي هي قليلة، عطاتني هاد الكمية اللي تشوفوا في الفيديو. وإلا بغيتوا كمية أكثر فضاعفوا المقادير. بالنسبة للمقادير هنا استعملت هاد كاوكاو اللي بالصغير اللي بقشورو، هنا 250 غرام. كيس ديال الخميرة ما نديروش كامل، نديرو نصف كيس فقط. وعندي 100 غرام ديال سكر سنيدة، وواحد البيضة كاملة، وما زهر، وكذلك يعني المربى اللي يكون شوية عاقد ماشي جاري، وسكر كلاصي سبيسيال اللي يكون مزيان ويلصق في الغريبة، ما ناخدوش العادي، ما غادي يدوب لنا في الفرن. هنايا كنسرّح الكاوكاو في اللاطة باش ندخلو للفران يتحمّر، يعني نردّو معاه البال لأن لا تحرق ما تيبقاش المذاق ديال الكاوكاو مزيان صافي تيضيع. يعني نردّو معاه البال، شعلت عليه من الفوق ومن التحت وأنا رادّة معاه البال، كي كتشوفيه كيبقى يتقشّر ويتحمّر شوية. صافي تنطفي عليه خليته برد يعني ما يبقاش سخون، وتندوزو نطحنوه. هنا كنطحنوه يعني كيولي لنا غبرة فقط، ماشي كنطحنوه حتى يولي لي معلّك أولا يطلق الزيت. وكنضيف ديك 100 غرام ديال سكر سنيدة، وكنطحن هاد الكاوكاو مع السكر سنيدة. واللي يفضّل المذاق ديال القرفة نضيفو كذلك واحد راس معلقة ديال القرفة. كي كتشوفوه هو ولا لي يعني بودر. وغادو ندوزو نخلطو الغريبة ساهلة وما تتاخدش منا الوقت نهائيًا. هنا ضفت نص ديال خمارة حمرا، إلا درنا نص كيلو فكندير فيه خمارة حمرا، وكندير 2 بيضات، و200 غرام ديال سكر سنيدة. تنخلّط يعني النواشف هاد الكاوكاو مع الخمارة. عاد غادي نضيف البيض. هنا ضفت بيضة كاملة. وبالنسبة للمربى هنا درت المربى كان عندي بمذاق يعني ديال الكرموس، نديرو أي مذاق ماشي مشكل، غير ما يكونش فيه ديك الطروفة، ما نديروش دوك الطروفة اللي عاقدين. وفي نفس الوقت يعني كندير هذا كيجي زوين. أحسن من اللي جاري، اللي جاري خصنا نضبطو معاه القياس باش ما يسيحش ليا الغريبة عاوتاني، إلا كترنا منه كتجيني الغريبة ديالي سايحة. هنا كي كتشوفوا راني درت معلقة كبيرة ديال المربى، وغادي نزيد نضيف واحد المعلقة ممسوحة. يعني هنايا درت تقريبا معلقة ونص ديال المربى. وإذا درنا يعني نص كيلو فكنديرو حتى 2 معلقات ونص حتى 3 ديال المعلقات ديال الكونفيتور. وهنا تنضيف رشاشة ديال الملحة، وديك نص معلقة ديال المربى، وتندمج بيدي مزيان هاد الكاوكاو. يعني القوام ديالو ما تجينيش هاد العقدة قاصحة، خصها تجي معلكة وفي نفس الوقت ماشي سايحة بزاف. هنا كي كتشوفوا ضفت يعني بياض بيضة ديال بيضة صغيرة. الا كانت بيضة كبيرة فنديرو غير نص ديال ديك بياض بيضة بالنسبة لهاد الكمية ديال الكاوكاو. ضفت داك بياض بيضة اللي هي حبة صغيرة باش كتزيد تعلك ليا وتجمع ليا هاد الخليط. كي كتشوف صافي هذا هو القوام ديالو، كيجي معلك وماشي مطلوق بزاف وماشي قاصح. وهنا عندي سكر كلاصي سبيسيال باش كيلصق ليا في الغريبه وما كيدوبش في الفرن. وهنا كندهن يدي بما زهر. بالنسبه للقياس درت 22 غرام في الوحده. كيجي هذا الحجم زوين، ما تجيش غريبه كبيره وما تجيش حتى صغيره، الحجم متوسط كيجي زوين. ونديروا الحجم اللي بغيتو، كاين اللي كيفضل الغريبه تكون صغر من هذا الحجم اولا كبيره. هنايا كي كتشوفوا كندهن بما زهر باش يتلبس لي مزيان بالكلاصي. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الغريبات ديالي كاملين. وهنايا فضلت ندير هذا الشكل، كنضغط في الوسط غير واحد شويه وكنقبض السكين
وكنشققها بهذا الشكل غير يعني غير بشويه، ماشي تنوصلها لداخل، غير من الفوق تنفلحها هكا، وكنديرو دوك الفليحات يكونوا قرابين باش كيعطيوني واحد المنظر جميل. كتجيني هاد غريبه مفلحه، ولا فضلتو ديروها يعني عاديه اللي بغيتو، كتجي بهاد الشكل زوينه. وتنستمر تنعبر الكرات ديال هاد المعلكه كاملين، وتندوز يدي في شويه في الماء زهر باش كيلصق ليا، وكنفندهم، وعاد تنبدا نزوقهم باش دغيا تنسالي. واصلا هاد يعني رابعه راه دغيا تنسالي، باش تعطيني يعني واحد الكميه ديال واحد اللاطه زوينه اننا نزوقو بها شي بلاطو، اولا نحط واحد الطبس العامر ديال هاد المعلكه. واللي بغى يدير يعني واحد الكميه كبيره، فنص كيلو راه تعطي جوج، يعني جوج صينيات بحال هادو اللي صاوبت، كتعطي كميه وفيره. صافي كنستمر، هي غير من الاحسن سكر سبيسيال، اما الا درنا سكر كلاصي عادي فيقدر يذوب ليا في الفران، يعني مع الحراره كيذوب، ما كتبقاش يعني الشكل ديال هاد الغريبه كاع. من الاحسن نديرو سكر مزيان. وهنا الفقره تنضغط غير واحد شويه، وكنبقى نفلحها بهاد الطريقه، ونديرو هاد الفليحات قراب باش يعطوني منظر زوين. وكنستمر حتى كنكمل الكميه. ما كاينش مسهل مع هاد الغريبات، وتيجيو هماويين وزوينين، لا في المذاق ولا في الشكل، والتعليكه كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه هنا الا خفتو ان يعني في حالات ما ضبطتيش القياس ديال هاد المعلكه، واش غادي تسيح ليك اولا تبقى مقاده في الشكل ديالها، فممكن ندخل وحيده الفران ونشوف اذا سحت، اذا جاتني قاصحه ولا شي حاجه، فكنزيد نعلكها بشويه ديال المربى، هو اللي كيعطيني داك التعليكه. صافي هنا كي كتشوفوا زينتها، درت اللوز هكا حبه من الفوق، اولا نديرو كركاع الا توفر كيجي زويون في الشكل، اولا نخليوها هكاك كتجي مشقه وزوينه. هنا كي كتشوفوا دخلتها يعني في الفران من الفوق، وشعلت عليها من الفوق، كنت مسخنه الفران من قبل على 180 درجه من الفوق فقط، زادت تحلت شي شويه، ومن بعد عاد وليت شعلت عليها من التحت، طابت شويه وخرجتها. راه هاد الغريبه ما تحتاجش طياب، واحد 10 دقائق ولا كاع يعني على حسب الفرن. كاين اللي يكون الفرن ثقيل في الطياب تقدر حتى 15 دقيقه، المهم ما تاخذش الطياب بصفه نهائيه، واحد 10 دقائق تتكون واجده. اما الا خليناها في الفران مده طويله فغادي يعني غفلنا عليها غادي تقصح من القشره الفوقانيه، وما غاديش تجي زوينه. فالطياب مده قليله تتشقق من الفوق، كنولي نشعل عليها تحمر شويه من التحت وتنخرجوها. وهذا هو الشكل ديال المعلكه ديالي، كتجي معلكه وكتجي زوينه، وان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكنشكركم جزيل الشكر على المشاهده والتتبع، الى فيديو مقبل ان شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامه.